توج المنتخب المغربي بجائزة أفضل منتخب في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمقام حاليا في مدينة مراكش. ويأتي تتويج المنتخب المغربي عقب نجاحه في بلوغ نصف النهائي كأس العالم قطر 2022، واحتلاله المرتبة الرابعة في إنجاز تاريخي غير مسبوق. وتمكن المنتخب المغربي من التتويج بالجائزة بعد تفوقه على كل من المنتخبين السنغالي والغامبي. وتسلم الجائزة فوزري لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحت تصفيقات حرة من جميع الحاضرين في القاعة المستضيفة للحفل هذا. وسيكون المنتخب المغربي على موعد بعد قرابة شهر من الآن من المشاركة في كأس إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن التشكيلة المثالية لسنة 2023 خلال حفل الجوائز المقام حاليا بمدينة مراكش. وشهدت التشكيلة المثالية تواجد لاعبين مغربيين وهما سفيان أمرابط لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي. أظهر مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي فرحته بنيله لجائزة أفضل إطار فني في إفريقيا لعام 2023 خلال حفل جوائز الكاف الذي نظم في مدينة مراكش. وقال للركراكي في كلمة له عقب التتويج: أتوجه بالشكر للملك محمد السادس لرؤيته ولكل ما يقدمه لكرة القدم ولبلدنا وللطاقة التي منحنا إياها قبل كأس العالم وخلال المنافسة وبعدها. وتابع: اللاعبون أيضا لأنه بدونهم لا نساوي شيئا. شكرا لكل اللاعبين الذين آمنوا بنا وبأنفسهم وبمشروعنا وكذا بإمكانية الفوز بكأس العالم. وزاد للركراكي: أشكر كذلك طاقم العمل الذي يحيط بي ويعمل إلى جانبي على صعيد يومي. واستطرد: أشكر كذلك رئيس الجامعة على الثقة التي قدمها لي قبل كأس العالم. لم يكن الأمر بسيطا ولن أستطيع شكره بما فيه الكفاية. واختتم مدرب الأسود: في النهاية أتوجه بالشكر لزوجتي وأطفالي لأنه خلف كل مدرب كبير. هناك امرأة وأطفال قدموا تضحيات كثيرة مكنتنا من التقدم. علق حارس المنتخب المغربي ياسين بونو على سبب غيابه عن توزيع حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 الذي أقيم بمدينة مراكش. وظفر ياسين بونو بجائزة أفضل حارس مرمى في القارة الإفريقية، علما أنه غاب عن الحفل بسبب مشاركته رفقة فريقه الهلال في مواجهة التعاون ضمن منافسات كأس خادم الحرمين.